1% دي، ال1% دي ما نفسي نصعد بنسبة 100%. كل مرة نأجل الصعود، حرام والله. حبايب قلب خوخ، انتهاء مباراة منتخبنا الوطني وبوركينا بالتعادل السلبي 0-0 في مباراة اقسم بالله ما فاهمة منها حاجة، والله ما فاهمة منها حاجة. ولكن ابطال مباراة اليوم محمد هاني اللي عمل مباراة عالمية تكتيكية رهيبة، ونزول زيزو اللي معرفش ازاي كابتن حسام حسن زيزو ما يكونش اساسي وانت عاوز تصعد، عايز تكسب ازاي مخلي زيزو على الدكة منزله في اخر 10 دقايق. انا مش فاهمة الدماغ يا كابتن حسام، بجد مش فاهمة. زيزو نزل عمل اسيست لمصطفى محمد وضيعها وانقذ هدف مؤكد، الهدف 100% كان داخل، زيزو انقذها استبسال ورا، الله اكبر عليه. انا بالنسبه لي زيزو في ال10 دقايق اللي نزلهم ومحمد هاني هم نجوم المباراه. مصطفى محمد كابتن محمود يا خطيب، مصطفى محمد انسوه، ده انا لو لمحته عند اسدين قصر النيل، مش على بوابه التتش، عند اسدين قصر النيل هنزل بنفسي اوقفه. الحمد لله اللي انت اشتريت الزمالك يا اخويا، ده الحمد لله. ايه يا بابا في ايه يا حبيبي؟ عندنا عيال بيلعبوا في الشارع خماسي، لو كنت جبت واحد منهم كان دخل في كل اللي في الاسيستات اللي جات لك دي. ده انفرادات لوحدك، انا والشبكه وهواك، احنا لوحدينا. في ايه؟ مش عارفين فعلا نعدي بالكره، مش عارفين ندخلها جون يا مصطفى. انت مهاجم يا مصطفى، ايمن الكشف قال لك ده انت عيل درش صحيح. ما انا مش فاهمه انا الفكره، مش عارفين ندخل الجول. طبعا انتهاء المباراه ده بالتعادل السلبي اجل صعود منتخب مصر الى كاس العالم الى المباراه القادمه. حد يجي يقول لي ازاي؟ يعني مصر في كاس العالم بنسبه 99%، هو ال1% ده معصبنا كل مره. الحسم هيتاجل لمباراه جيبوتي في شهر 10، مباراه هتكون في جيبوتي. والله العظيم بنصعبها على نفسنا، والله العظيم بنصعبها على نفسنا. ما كنا خلصناها هنا، مش هنا يعني، خلصناها النهارده هناك. مباراه على قد الايد والله. ولكن كابتن حسام حسن انا ما اعرفش التشكيله يعني، والله العظيم ما اعرف، والله العظيم ما فاهم، اقسم بالله ما فاهمه. ده انتوا ليكوا حق ابراهيم فايق اللي هيعملوا فيكم بالليل حلال فيه، والله حلال فيه. لكلكم والمباراه اللي متصوره لا ده مش بتليفون نوكيا، ده بآلة حاسبه. ايه الكواليتي دي؟ ده انا اتعميت. انا كل شويه اشوف محمد صلاح افتكر حسين الشحات، كده افتكرت ان حسين الشحات ايه ده؟ عيني يا حبايب قلب خوخه، مش كده. ولا الحكم كل شويه كابتن حسام حسن يزعل الحكم، يروح الحكم يروح مدي انذار لابراهيم. او ما احنا كلنا مش فاهم انا الفكره. ولكن احنا عمالين نهاتي في حته تاني، اللعيبه بتحتفل وبتسجد واحنا خلاص صعدنا. يعني خلاص كابتن ايمن الكاشف مأكد لنا ان احنا صعدنا بنسبه 99%. واني بقى معلش يا جماعه، انتوا عارفين انا بحب كابتن ايمن الكاشف ازاي. لكن كابتن ايمن الكاشف خليك بقى معلقا لمباراه النادي الاهلي، خلينا في المحلي، خلينا في الدوري، سيبك انت بقى من المنتخبات. رجعوا لنا كابتن مدحت شلبي، هو الوحيد اللي بيعرف يعني يعيط معانا، يصوت ويصبرنا. لكن كابتن ايمن الكاشف يعني ما حسسنا ان الحياه وردي خالص. يعني انا كنت حاسه ان احنا اصلا في كاس العالم، احنا وصلنا وبنلعب اول مباراه وتعادلنا عادي. معلش يا جماعه سؤال، هو احنا بالمنظر ده هنروح ازاي كاس العالم اصلا؟ احنا كاس العالم هو اللي هيجي لنا، مش احنا اللي هنروح له بالاداء ده وباللعيبه دي. انا الصراحه لهوي، ربنا يسترها.